حموديات رمضان وما فيه من حكايات. زمان كي كانت تميل الشمس ويقرب المغرب وكل صايم يوجد روحه باش يذوق هادوك الطيابة البنان، في وقت الأذان كانوا يضربوا الطبل، يجي البراح ويزيد يضرب المدفع اللي كان يضرب تاني في السحور، على خاطر ما كانش عندهم ميكروفون في الجوامع وصوت المؤذن ما يسمعوهش كامل الناس. وكانوا الدراري يبداو يغنوا كاع مع بعض: أذن أذن يا شيخ باش يضرب المدفع، هو يعمل بم بم وانا نعمل هم هم، هو ما يضرب شي وانا ما ناكل شي. واليوم في وقت التكنولوجيا ولات الحالة سهلة، المؤذن يأذن ويتنسمع، والتلفزيون والراديو وحتى التليفون يمدون أوقات الفطار بالدقيقة. في السهرات يتلموا العائلات، انسى يقصروا بيناتهم ويديروا البقالات، والرجال يخرجوا باش يتقهواو مع بعض، والصح كي يشدوا في صلاتهم ويقراوا القرآن، وهذه حاجة ما تبدلتش. في وقت السحور يوجدوا الناس الطعام بالزبيب ومعاه اللبن ولا الرايب. اليوم هاد العادة نقصت شوية، والمصاغر ولاو يحبوا ياكلوا الشوال اللي شاهيهم بريحته قبل الإمساك.